السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض السردين. حاجة كده، زبدة. عمرك لو جربتيه عمرك ما هتشتري من بره تاني ابدا. ده كان شكله بعد ما استوى. زي ما انتوا شايفين لون وطعم وحاجة كده زبدة، شايفين؟ زبدة خالص. اول حاجة كده انا بجيب السردين معايا، بغسله كويس من عند الخياشيم ومن بره برضو، واصفيه لحد لما ملاقيش فيه مية خالص ويكون ناشف. انا كنت جايبة 2 كيلو ونص من السردين، غسلتهم كويس وسبتهم يتصفوا. حضرت بقى معايا كده كوبايتين من الملح. الملح الخشن يا جماعة اهم حاجة علشان يحفظ لكم السردين. حطيت شطة وحطيت بابريكا، تقدروا تزودوا شطة لو بتحبوا سبايس اكتر. هحط كمان شوية كده من الكركم، وهخلطهم كويس بقى مع بعض. اهم حاجة يا جماعة في التخليل بنخلل بالملح الخشن علشان يقعد معاكي فترة كويسة وما يبطش. هجيب بقى كده واحدة واحدة، هفتحها كده من الخياشيم وهحشيها ملح، هحط فيها ملح كتير لحد ما املاها يعني. وعلى الجسم كده بتاعه هرشرش كده. وبجيب كده اكياس تلاجة بفتحها وبحط بقى رص فيها. اهم حاجة كمان نوع السردين الكويس اللي هو المبروم ده يا جماعة، مش اللي هو المبطط، علشان ده الحلو، ده اللي هو كله لحم مش شوك وكده. ده حلو جدا. وانا بالطريقة ديت هكمل كل الكمية طبعا. اهم حاجة الخياشيم تتحشي كويس ملح. خلاص كده خلصتهم كده، حطيتهم كده في 3 اكياس، يعني مش لازم املى الكيس قوي. هفرغ بقى كده الهوا خالص منه، واربط بقى الكيس. بالشكل ده. هجيب بقى تاني كل كيس احطه كمان في كيس او 2 من الاكياس التلاجة، وبرضو افرغ برضو الهوا واربطه. خلاص خلصتهم بقى بالشكل ده. هجيب بقى علبة ويكون ليها غطا محكم الغلق كده، وهحطهم واقفل عليها كويس. وكمان اقفل كمان بكيس او 2 من بره، وهسيبهم لمدة 15 يوم. بعد 15 يوم بقى خلاص استوى. دي كانت اول مرة افتح عليه، فهو مستوي ولكن مش طري قوي زي زي ما الناس كتيرة بتبقى فاكرة، لان دي اول مرة هفتح عليه. وده هو كده قعد 15 يوم بس. لو سبتيه كمان 10 ايام او حاجة هتلاقيه زي الزبدة كده دايب وجميل. هو فعلا لما قعد بعدها كان فظيع، ودلوقتي برضو جميل جدا، ولكن هو يعني لسه ماسك نفسه شوية. انا هفتح كده معاكم كام واحدة علشان اوريهولكم من جوه عامل ازاي. عايزة اقول لكم ان محدش ضايقه الا هو كان هيتجنن عليه. اهو شايفين لونه من جوه عامل ازاي، وكان طعمه حاجة كده فوق الفظيع. رششت كده عليه بقى ليمون وشطة وزيت، وده كان شكله. بتمنى يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي، ويا ريت تشيروه لانه هو تحفة جدا. بتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.